السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello, welcome back to my channel and I hope you're fine. ازاي اقدر احسن الاكسنت بتاعتي؟ السؤال ده حرفيا مؤرق 3/4 طلبة اللغات، وشايفين انه اكبر عائق في رحلتهم لتعلم اللغة، وزي ما بيقولوا باعتبار ان هم طلبة لغات فمينفعش انهم يتكلموا بالايجيبشن انجلش. واسمحوا لي هنا اقف شوية واعترض على الستيريوتايب اللي من وجهة نظري غبية جدا، وهي ان الايجيبشن انجلش بقى سبة. ما اصل مش الايجيبشن انجلش لوحده الموجود، يعني في مثلا الانديان انجلش، وده بيكون باعتبار السورس لانجويج بتاعتهم ممكن مخارج الحروف ما تظبطش 100% شبه الكومن اكسنتس اللي بنحاول نتعلمها سواء كانت الامريكان او البريتش. فلما يجي اي حد بقى بعد كده يقول لك انت بتتكلم ايجيبشن انجلش، صوابعك الاثنين دول وحطهم في عينيه، لان انت ما دمت بتنطق صح انت ما عندكش اي مشاكل خالص. وهنا انا لما اتكلم عن اكسنت فانا بتكلم عن لهجه. انا مصر بتكلم بلهجه معينه، ومثلا فلسطين بتتكلم بلهجة مختلفة، بس احنا الاتنين بنتكلم عربي. كذلك انت بتتكلم انجلش، اي نعم بتنطق الكلمات بنطق صحيح، بس الفكرة انك بدل ما هتقول what you're doing هتقول what are you doing. بس هي دي الفكرة. فما تجيش بقى تقولي كلمة مثلا زي كلمة stomach اللي هي معدة وتقولها لي stomach وتقولي ده Egyptian English. ده مش Egyptian English، ده عبث. يبقى انت ما دمت بتنطق الكلمات صح وما عندكش اي مشكلة في نطق الكلمات، الاكسنت دي اخر حاجة تفكر فيها. طبعا هتيجي دلوقتي تقولي انت ليه اصلا معترضه على فكره ان انا اطور الاكسنت بتاعتي او ان انا اكتسب اكسنت جديده. انا مش معترضه خالص، انا كل مشكلتي مع الناس اللي بتركز جدا مع فكره الاكسنت وتبص تلاقيهم مهملين الاساسيات بتاعه اللغه ورايحين كورسات مخصوص، وفي فعلا كورسات بتفتح المجال والباب للناس دي ان هم يتعلموا الاكسنت. فتلاقيه بدل ما بيقول لك what are you doing بيقول لك what you're doing. ايه الفرق؟ بس تيجي تسأله انت بتعرف تكون جملة؟ لا. عندك ملكة لغوية؟ لا. طب انت بتعرف تستخدم الجرامر اصلا؟ لا. طب انت بتتعلم اكسنت ليه؟ انا نفسي افهم. هي دي مشكلتي، ومشكلتي برضو كانت مع الايجيبشن انجلش والستيريوتايب عنها، لان زي ما قلت انت ما دمت بتنطق صح فانت ما عندكش اي مشكله، سواء بقى كانت ايجيبشن انجلش او حتى الانجلش بتاع سفند العفاريت، مش مهم. المهم انك بتنطق صح. وبالنسبه لنطق الكلمات، لو حد عنده مشكله مع نطقها في التشانل دي هتدخل بس على اليوتيوب تسيرش how to pronounce كذا، مثلا كلمه sapiosexual، هتدخل على اليوتيوب وتسيرش how to pronounce sapiosexual، هيطلع لك الفيديو، هتفتحه هتلاقيه بينطقوا بالراحة وبينطقوا بسرعة، بينطقوا بكل الطرق اللي تقدر تخليك تستوعب الكلمة وتحفظها بالبروناونس بتاعها الصحيح. طيب احنا دلوقتي قلنا ان ما ينفعش نفكر في الاكسنت غير لما نكون عندنا الاساس، وما يتضايقش لو احنا بنتكلم ايجيبشن انجلش في البداية واحنا لسه بنتعلم الاساسيات بتاعة اللغة. طب ايه هي الاساسيات بتاعة اللغة دي اصلا؟ تعالوا نتصور ان الفوكاب هو الطوب اللي بنبني بيه البيت، والجرامر هو الاسمنت اللي بنلزق بيه الطوب في بعضه. يعني الجرامر اللي بنلزق بيه الكلمات ونقدر نكون جمل صحيحة ومفهومة. نروح بقى للأكسنت ودي الدهان. يعني انت مثلا خلاص خلصت بنيت البيت وعايز بقى تديله شكل لطيف من بره، تقوم دهنه. انا بقى هنا مشكلتي مع الناس اللي عايزة الدهان وسايبة الطوب والأسمنت. ما اصل هتعمل ايه بالدهان بقى؟ اشربه بقى بجد. يعني انا استفدت ايه لما انت قلت لي I don't know بدل I don't know وانت ما بتعرفش اصلا تكون جمل، بس بتعرف تتكلم باكسنت كويسه؟ مفيش مشكله، بس انت ما بتعرفش تكون جمل، ما عندكش الاساسيات، ما تقدرش تدخل اي conversation وتتكلم فيها. علشان كده انا بقول نركز على المهم. المهم هو الاساسيات بتاعه اللغه. يعني انت عندك التورته الحمد لله محطوط عليها الشوكولاته ومعموله كويس جدا وكل حاجه زي الفل، بس الفكره في كرزايه كده لو حطيناها يبقى شكلها لطيف اكتر في الصوره. تمام؟ فايه، نحط الكرزايه ونسيب التورته، ولا لازم الاول نعمل التورته ونجهزها ونظبطها وبعد كده نحط الكرزايه عشان تديها شكل جميل؟ يبقى نطور الاساسيات الاول وساعتها اقول لك اهلا وسهلا بتطوير الاكسنت. حقيقه اتمنى تكون وجهه نظري في النقطه دي وضحت، لان الموضوع كان بالنسبه لي مهم جدا، وكنت بشوف الناس اللي هم بيفتكروا الايجيبشن انجلش شبه بالظبط الستيريوتايب اللي عند الناس بتاعت ان في كليات قمه وفي كليات قاع. الاتنين نفس السذاجه بالنسبه لي صراحه، فكان لازم اتكلم في النقطة دي واوضحها واصحح بعض المفاهيم. طب انت دلوقتي معاك الاساسيات سواء كان الفوكاب او الجرامر، والفوكاب pronunciation الصحيحة بتاعتها. باكد تاني عشان ما تقولوليش انت اللي قلتي ما نركزش في الاكسنت، انا قلت ما نركزش في الاكسنت اللي هي اللهجة، لكن البرونانسيشن ده مهم جدا. نفهم بقى عشان ايه نمشي اليوم. اوكي، انت دلوقتي زي ما قلت معاك الفوكاب ومعاك الجرامر وكل حاجة زي الفل، وجاي دلوقتي عشان تكتسب اكسنت وعايز تتعلم ازاي تكتسب اكسنت.
ساعتها بقى اقول لك اهلا وسهلا بالتطوير، وتعالى اعلمك ازاي تكتسب اكسنت جديده. وفي رحلتنا لتطوير الاكسنت انا عملت لكم 3 ستيبس هنمشي عليهم، وهتقدروا تقولوا ان هم خلاصه 4 سنين تقريبا من المحاوله لتعلم اكسنت جديده او اكتساب اكسنت جديده. فخلوني اقول لكم ال 3 ستيبس دول وناخدهم واحده واحده. اول ستيب معانا وهي الليسننج. الطفل لما بيتولد بيبدا يتعلم اللهجه بتاعته من خلال السماع. انت لما اتولدت اتعلمت اللهجه المصريه من ايه؟ من السماع. يعني اكيد ما جبتش ورقه وقلم وقعدت تتعلم اللهجه المصريه، انت سمعت اللي حواليك بيتكلموا باللهجه دي، فخلاص لما كبرت بدات تتعود على اللهجه واتعلمتها. وعلشان كده انا بشوف ان اهم ستيب في رحلتنا لاكتساب اكسنت بيكون من خلال السماع، لانك هنا ما بتبذلش اي مجهود، انت لا بتردد ورا الشخص اللي انت بتسمعه ولا اي حاجه خالص، انت كل اللي بتعمله انك بتسمع وبتسيب ودنك تعلمك. طيب انا اسمع ايه؟ اسمع بودكاست في اي موضوع، اسمع فيديوز يوتيوب ليوتيوبر اجانب، يعني بدل ما تتابع يوتيوبر عرب تابع يوتيوبر اجانب. وفي حاجه كويسه جدا هتساعدك لو انت مثلا اوبسيس بفيلد معين، يعني انا مثلا اوبسيس بالاسترونومي والسبيس، فدايما بدخل على اليوتيوب اسمع محتويات عنهم بيكون بالانجلش. وطبعا ده في ميزتين، انت بتسمع عن الحاجه اللي بتحبها وفي نفس الوقت انت بتطور الاكسنت، فشوفوا يعني انت كده ضربت عصفورين بحجر. طب اسمع امتى وفين؟ في اي وقت انت واقفه في المطبخ بتغسلي المواعين حاسه بالملل، مفيش مشكله لو لبسنا الهيدفون بتاعتنا وسمعنا اي حاجه انجلش بقى، سواء كان بودكاست او الحاجه اللي انت تحبيها زي ما قلت. طيب انت مثلا راجع في المواصلات، حط الايربودز بتاعتك وابدا اسمع. انت من باب بر الوالدين واقف لباباك بالكشاف علشان يصلح المروحه اللي هو اوريدي بوظها من سنه، وفاضي مش بتعمل حاجه، حط الهاند فري في ودانك وابدا اسمع اي حاجه زي ما قلت لك in English. طيب في الاول انت هتحس ان الموضوع ممل جدا وهتحس بالاحباط، لان انت هتحس انه لا ده احنا صعب نوصل، بجد الموضوع صعب جدا ومتعب، وهتحس بالملل انك ما انتش فاهم اي حاجه. صدقني ده عادي جدا وبتحصل. انت في الاول هتحس انك مش فاهم اي كلمه ومش عارف تلقط اي كلمات، مع انك كويس في اللغه، احنا لسه قايلين من شويه انك اوريدي معاك الاساس، بس بحكم الاكسنت بتاعتهم بيتكلموا بسرعه فانت مش عارف تلقط اي حاجه. بس صدقني شويه في شويه هتلاقي نفسك بتلقط كلمات، ولو في كلمات انت ما تعرفهاش هتلاقي غرورك موديك تبحث عنها، وكمان شويه في شويه هتبدا تلقط جمل وتبدا تتعود عليها. وده هيفيدك في كذا حاجه. اول حاجه انك هتبدا تتعلم فوكاب جديده، يعني المصطلحات مثلا في البودكاست دي هتلاقيهم بيتكلموا بالعاميه، ففي مصطلحات جديده ممكن تكتسبها. كمان دي ما بتخليش عندك اي مشكله انك تسمع اي حد بيتكلم انجليزي بسرعه وتفهمه. واخر حاجه ان خلاص ودانك بدات تتعود على الاكسنت، فمش هتبقى بالنسبه لك حاجه ممله ولا رخمه. تمام. فاهم حاجه الاستمراريه. الموضوع هيبقى في الاول صعب، هتحس انك مش فاهم حاجه، هتحس ان الموضوع طويل، بس لا كلها شهر ولا حاجه وهتلاقي نفسك خلاص بدات تتعود على الاكسنت وبدات تحب تسمع الحاجات بالانجليزي. اوكي. طب الحمد لله دلوقتي خلاص سمعنا وعدينا الستيب نمبر 1. نروح بقى للستيب التانية، والستيب دي انا بحب اخدها في 3 مراحل. طب ايه هي الستيب دي اصلا؟ الممارسة. يعني ايه الممارسة؟ يعني تتكلم to speak. طيب انا اتكلم ازاي؟ انا شخص عندي رهاب اجتماعي، وكل مرة بدخل فيها conversation مع حد native بحس انه لا ما ينفعش اغلط، وكبريائي بيمنعني ان انا اتكلم علشان ما ينفعش اغلط قدام حد، وبالتالي بفضل ساكت واللي قدامي هو اللي بيتكلم بس. عادي مفيش اي مشكله بتحصل، احنا اهم حاجه عندنا كبريائك، وكل اللي عليك انك تتابع المراحل ال3 اللي هنتكلم فيهم دول. اول مرحله عندنا وهي انك ترجع من كليتك، حط شنطتك على سريرك وابدا اتكلم قدام المرايه. اقف قدام المرايه واتكلم. اتكلم بقى عن احداث يومك، انت عملت ايه النهارده او رحت فين النهارده. طبعا اليوم بيبقى حافل بالاحداث صراحه، فهتلاقي كل حاجه تقدر تتكلم عنها. في الاول ممكن ما تكونش عارف تتكلم او مش عارف تجمع افكارك، ببساطه في ورقه واكتب، وقف قدام المرايه وابدا انك اقرا من الورقه. شويه في شويه هتلاقي في احداث بتتكرر من يوم للتاني، فهتبدا مش هتحتاج الورقه اصلا، وشويه في شويه هتبدا تتكلم مع نفسك عادي من غير اي مشكله. وكده كده انت بتتكلم مع نفسك يعني، فستر وغط على بعض، كبريائك مش هينجرح ولا حاجه. نروح بقى للمرحله التانية وهي انك تلاحظ. طب يعني ايه الاحظ؟ يعني انا مثلا دلوقتي قاعده شايفه قدامي لابتوب، شايفه قدامي برينتر، شايفه قدامي مثلا بوك، فانا ببدا الاحظ الحاجات اللي حواليا واعرف مسمياتها. لو انت عارف مسمى الحاجه دي بالانجليزي هتبدا انك تستعيدها من الذاكره طويله المدى وتبدا تنطقها. طيب انت مش عارفها،
غرورك برضو هيوديك تروح تبحث عنها فتعرفها، فكل مرة هتشوفها فيها تفتكرها. طب ده هيساعدك في ايه؟ ده هيساعدك من ناحية بعيدا جدا عن ان هو هيزود لك الملكة اللغوية بتاعتك او هيزود لك الفوكاب عندك، كمان هو هيساعدك في فكرة وانت بتتكلم قدام المراية، لانك لما هتتكلم هتقول انا شفت كذا ورحت كذا وجيت من كذا ومسكت كذا، كل الحاجات دي هتنفعك. علشان كده انا بقول الستاب بتاعت الملاحظة دي هتقوي عندك الملكة اللغوية، وكل ما هتشوف الحاجة دي قدامك هتبدأ انك تفتكرها، فهتثبت الكلمات عندك. وبالمناسبة الملاحظة هنا ما بتكونش للأشياء بس، ممكن تبقى للمواقف كمان. كده الحمد لله اتكلمنا قدام المراية ولاحظنا الحاجات اللي حوالينا وزودنا الفوكاب عندنا. نروح بقى للمرحلة الثالثة في الستاب بتاعة السبيكينج، وهي انك تسجل ريك لنفسك الشات بتاع الواتساب بتاعك، وابدأ سجل ريكورد لنفسك. أنا عارفة مثلا إن 90% من الريكورد هيكون عبارة عن ما علينا عادي جدا مفيش اي مشكله، و10% هم اللي هيكونوا مفهومين. انا عارفه مفيش اي مشكله خالص، شويه في شويه تبدا تتعود. ولاحظوا انا هنا مش بقول لكم اتكلموا انجليزي، انا هنا بقول لكم اتكلموا بالاكسنت. يعني انت كده كده اوريدي داخل بتتعلم اكسنت وانت عندك الانجليزي كويس، انت هنا محتاج انك تتكلم بالاكسنت. فاهمين الفكره؟ عشان ما تقوليش ان ده كله انا راجعه تاني علشان اعلمكم انجليزي. انا مش بعلمكم انجليزي، انا بعلمكم خطوات تقدروا انكم تتكلموا بيها بالاكسنت او تتدربوا بيها على الاكسنت وتتعودوا عليها. فاهمين الفكره؟ فهتقوم جايب الريكورد بتاعك وتبدا انك تسجل. طب انا ليه حطيت اصلا المرحله دي من ضمن المراحل؟ لانك ببساطه لما هتقف قدام المرايه، وخاصه يعني لو بطلت تقرا من الورقه، ممكن تتكلم فتغلط في اكسنت كلمه معينه فتسهو وتعدي الكلمه عادي لانك اوريدي بتتكلم مباشر قدام المرايه. لكن لما تسجل ريكورد هتقدر بعد كده انك تسمع الكلام بتاعك، فتبدا انك تسمع الاكسنت والحاجات اللي انت غلطت فيها وتبدا انك تصلحها. ده غير طبعا ان هو هيزود عندك الحصيله اللغويه. طب احنا دلوقتي الحمد لله سمعنا واتكلمنا بالثلاث مراحل اللي احنا قلنا عليهم. نروح بقى لتالت ستيب معانا وهي الشادوينج. والشادوينج انا بشوفه مهم جدا، لان انا مش حاطاه لمجرد بس انك تتعلم فوكاب او انك تتعلم اكسنت او انك تتكلم وتقلد الشخص فانت بتتعلم منه الاكسنت بتاعته. انا حاطاه علشان تحس الكلمات. يعني انت دلوقتي لما بتقلد الشخص في الشادوينج انت مش بس بتقلد كلامه، انت بتقلد احساسه في الكلمه. بدل ما انت بتبقى حافظ الكلمه مثلا دي بتتحط في سياق معين، فانا لما بلاقي السياق ده موجود ببدا استخدم الكلمه وانا كلامي كله فيه نوع من الجمود، انا مش حاسس الكلام. وعلشان كده انا حطيت الستاب بتاعه الشادوينج دي، لان انا بشوفها مهمه جدا، لان اهم حاجه اصلا انك تحس اللي انت بتقوله. بلس ان ده كمان هيأثر على البادي لانجوج بتاعتك، فهيخليك واثق من نفسك اكتر. فاعملوا شادوينج يا جماعه اهم حاجه. ولو عايزين نعلمكم ازاي تعملوا شادوينج او انزل لكم الشادوينجز اللي بعملها، اكتبوا في الكومنتس وانا انزلها لكم. وكده خلصنا ال 3 ستيبس بتاعتنا. اتعلمنا ازاي نكتسب اكسنت جديده، بالاضافه ان احنا صححنا بعض المفاهيم في البدايه. كل اللي عليكم انكم تمشوا على الستيبس اللي انا قلت لكم عليها، وان شاء الله تنفع. وبالتوفيق في رحلتكم لتعلم اكسنت جديده. وكالعاده قبل ما ننهي اي فيديو ما ننساش اخواتنا في غزه في 3 حاجات: قاطع، اتكلم وانشر عنهم، وادعي لهم ربنا ينصرهم ويعزهم ويمكنهم عن قريب باذن الله، هم وكل اخواتنا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. والخاتمه دي مش خاتمه انا حافظاها وتعودت عليها وبقيت بقولها في كل فيديو، أنا كل كلمة ببقى قصدها، وأتمنى تدعوا لهم بجد، لأن الوضع دلوقتي بقى صعب. غزة خلاص اتبادت، واللي باقي من الغزاوية دلوقتي بيسافر لأنه خلاص بلغت الروح الحلقوم. فيعني اتكلموا عنهم وادعوا لهم لعل وعسى يعني. وبس كده. thank you so much for your kind presence، و باي باي.